يا ترى القصص والحكايات والروايات دي بتأثر في شخصية الطفل يا بسبرام؟ طبعا شخصية الطفل أصلا القصص والحكايات ليها يد كبيرة جدا في تكوينها، غير إن هي كمان بتساعد على تعديل سلوكيات كتيرة ممكن ما تكونش حلوة فيه لحاجة أحلى، بتخليه يطلع على خبرات جديدة ممكن ما يكونش مر بيها، وكمان بتخلي أبطال القصص الحلوة قدوة للطفل إن هو يبقى زيهم، يعني ممكن بعد ما تحكي له قصة حلوة قوي وتأثر بيها جدا يقول لك أنا عايز أبقى زي فلان اللي كان في القصة، أنا مش عايز أبقى زي الولد النوتي اللي كان في القصة التانية. كمان القصص بتخلي عند الطفل لغة حوار كويسة وتواصل اجتماعي ممتاز، غير دعم الحب والمشاركه ما بين الاب والام، بتخلي قدرته على المشاركه ومواجهه الحياه اقوى بكتير، بتعزز ثقته في نفسه وبتخليه عارف الصح من الغلط. كمان بتنمي عنده الذاكره البصريه، وخصوصا لو كانت القصص فيها صور بالالوان وحاجات حلوه بتجذب انتباهه. كمان لما تيجي تقولي له احكي لي القصه اللي انا قلتها لك ويقعد يقولها لك كده بتنمي عنده قدرته على الالقاء. يعني قصه قبل النوم ديت اللي بتتكروت عشان الطفل ينام لازم تهتمي بيها علشان هي بتاثر في شخصيته وفي سلوكياته في حاجات كتيره جدا بطريقه امنه جدا من خلالك انت، بس بتعمل حاجات كتيره قوي حلوه في الطفل، فليه نكسل ان احنا نعملها وفي الاخر نديله الموبايل كده وخلاص؟